بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حلقتنا النهارده بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الصادق الأمين. النهارده يمكن لفت نظري فيديو لناس بتتكلم على سداد ديون مصر، وسمعت أخ من أخوات سعودي أم مصرية، فبيقول أنا هتبرع ب1,000,000 جنيه لسداد ديون مصر. طبعا انتوا عارفين مصر ديونها كانت للتسليح وبناء صرح قوي من مصانع التسليح. وبعدين احنا يعني انا يمكن ترددت كتير جدا 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 عشان اطلع اقول الموضوع ده، ان احنا عاوزين نسدوا ديون مصر، لاننا شفنا كتير من الاخوة اللي حوالينا، الدول اللي حوالينا بيطلعوا باللجان بتاعتهم، ومصر الشحاتة ومصر فطبعا ده مش عاوزين نعدوه تاني، لان كان جارح المصريين كتير قوي. ترددت كتير ان انا اعمله. فأرجو مش بس المصريين، كل الدول تمد ايديها لسداد ديون مصر عالميا. ونعرف ان ناس كتير جدا مصريين في الدول الأوروبية ميسورين الحال، أرجو منهم عالميا المصريين اللي في كل دولة في العالم يمد ايديهم لسداد ديون مصر. احنا مش بنجبرك على حاجة، احنا بنقول لك اللي يطلع منك حطه لسداد ديون مصر، لان ده هيفرق معاها جدا جدا جدا. لان مش قادره يعني يعني كدوله في الشرق الاوسط، دوله كبرى في الشرق الاوسط، لازم نحافظوا عليها. احنا بنقولوا ايران، احنا مموتين نفسنا على ايران، الاثنين دول ايران ومصر لازم نحافظوا عليها. ايران ما بتضربش حد، ضربت القواعد فقط. ايران كل اللي بيحصل ده انتوا عارفين بيحصل من مين، عارفين كويس قوي مين اللي بيضرب الدول العربية. طبعا احنا تأثرنا جدا بالكويت جدا جدا، يعني الكويت دي حبيبتنا وكانت عايشة معانا ايام الضرب، يعني ايام العدوان عليها. احنا ما سبناش اي بلد عربية، وهيندم اللي مش هيحط فلوسه في مصر، هيندم ندم عمره. اللي مش هيلتجأ لمصر النهارده هيندم ندم عمره. مصر دي مذكورة في القرآن، وقال لك ادخلوا مصر آمنين، وأي حاجة في القرآن دي مذكورة مظبوطة 1,000,000%. أرجو كلنا نحط إيدينا